اليوم هناك مجموعة ديال التحركات ديال الانفصاليين اللي ربما كتجعل المغرب اليوم، وانا اقولها صراحة واتحمل المسؤولية فيما اقول، انه الخيال العسكري اليوم وارد، لانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان نقبل الى ما لا نهاية هذه التحرشات ديال العناصر الانفصالية فيما مضى في القرقرات واليوم بين الحلو وتفاريتي، وبالتالي انه على المغرب، واقولها صراحة، يصيفط واحد الرسالة الى الجزائر، يصيفط واحد الرسالة الى الجزائر اللي هي معنية بهذه القضية منذ الاساس، انه المغرب ويا اما غيكون هناك حسن الجوار، واما انه المغرب مستعد لجميع الاحتمالات بما فيها التدخل العسكري، واما انه المغرب مستعد لجميع الاحتمالات بما فيها التدخل العسكري. ونستحضر المقولة ديال الملك الحسن الثاني الله يرحمه حينما تحدث على حق المتابعة، لو دروا دو سويت. المغرب له الحق أن يتابع العناصر الانفصالية داخل التراب ديال المملكة. هذيك التراب جوج طلعات جوية ديال الخطوط ديال القوات المسلحة الملكية الجوية، غادي نحيدهم من الخريطة، غادي نحيدهم من الخريطة. ولكن على الجزائر أن تعي جيدا أن المغرب قدم تضحية جسام لاستقلال الجزائر. حينما تحدثوا عن المليون شهيد، المغاربة ماتوا في سبيل استقلال الجزائر. مدينة وجدة كانت القاعدة الخلفية للثورة الجزائرية. عليهم أن يستحضروا التاريخ المشترك ديال الشعوب. ولكن المغرب، احنا كبرلمانيين وانا كبرلماني اقول هذا الكلام، نحن مستعدين للخيار العسكري ولو كلف ما كلف.